حينما صرحت بأنك حينما تمشي في مصر وتجد انتشار الحجاب تشعر بالغربة بنص كلامك. خليك معايا بقى. حينما تتحدث عن بعض الأشياء حول انتشار التدين أو مظاهره، هذا في نوع من السخرية. لا يا سيدي، حينما تهاجم الإخوان المسلمين، هذا نقد للباس اجتماعي وافد عن مصريين وليس من أي لباس اجتماعي. الحجاب لباس اجتماعي. اللبس ده انا لما باجي ارصد ظاهره مش بنقد ظاهره، انا ما نقدتش الحجاب. اسمعني خليك معايا يا احمد بس عشان ما تقوليش الكلام. لا ما بقولكش، موجود على التلفزيونات. الحجاب انا رصدت ظاهره اجتماعيه وافده على مصر. مش ظاهره، وهي تغير الزي المصري. طب احنا كان عندنا الست اللي بولاق مش كانت بتحط الملايه اللفه فوقيها؟ الفلاحه المصريه مش طول عمرها متغطيه ولا ما كانتش متغطيه؟ انت الان بس عشان ما تدخلنيش في متاهه. هذا لباس انت مصري. كنت بتقصد الحجاب بشكل اساسي، قلت الحجاب بالنص. ماشي، انا بتكلم عن الحجاب كملبس اتغير. هل النهارده انت ده في الحجاب ده رمز اسلامي بص اصلا. يا احمد خليك معايا، انت اللي بتقول بقى. انا مش انا اللي بقول، انا بقول لك ربنا اللي بيقول. لا يا سيدي، ربنا ما قالش في القرآن كده. ماشي. لا يا سيدي، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين ولا يضربن بخمرهن. ده امر من القرآن. ما انا حافظ القرآني. انا اسمعني، انا جيت اسمعني. انا عايز اقول حاجه. اسمعني بس. على اليوتيوب تسجيل لعبد الناصر بيتكلم فيه على لقاء مع مرشد. انا بكلمك بيتكلم فيه على هذا. انا بأرصد. انا بكلمك في حاجه. ماشي. الان انت تقدر تنتقد لبس الراهبات؟ ممكن طبعا. ايه المشكله؟ لبس الراهبات ده مش زي ديني؟ الحجاب زي ديني عند المسلمين. ما تقوليش بقى هنا زي اجتماعي. لا يا سيدي، هذا نقد لزي اجتماعي وافد. انت بتعتبر الحجاب زي اجتماعي وافد على مصر؟ تعتبر الحجاب يا سيدي ما انت عندك السبعينات. ما انا بسالك اهو، جاوبني. جاوبني. كل واحد حر. انا مش بعتبر. انا بس جاوبني. انا رصدت ظاهره. انا تعتبر الحجاب يعني زي اجتماعي وافد وليس زي ديني اسلامي؟ لا، ما نعرفش كان زي دين اسلامي. لا، انما هو زي وافد اجتماعي على مصر لم يكن موجودا لا في السبعينات ولا في الستينات. انت كده بتستفز الشعب المصري. ليه؟ وانا مش ضد الحجاب. بتستفز كل مسلم. يا سيدي اولا اديني فرصه اتكلم ولا انت هتتكلم الحديث كله؟ بص، اتفضل. كل واحد حر، كل سيده حره انها تلبس هذا الحجاب. اذا رأت انها هو له مدلول ديني فهي من حقها انها تلبسه. هو له مدلول ديني. وانا كمان عندي حريه ان انا ارصد ظاهره تغير هذا المجتمع. ده حريه شخصيه عندنا، لكن دون ان امس. هو المجتمع ده كان مجتمع ايه طول عمره؟ كان مجتمع ده كان مجتمع مستنير بقى له 14 قرن. مجتمع مدني، مجتمع مسلم كله في نسبه اقبال. ماشي. انت النهارده احنا اغلبيه المجتمع يا احمد. هل مظهر الشارع المصري ما اتغيرش في ال 30 سنه اللي فاتوا دول؟ رد على السؤال ده. طب انت بقى، انا برصد ظاهره اجتماعيه ما دخلتش في المدلول الديني. حاشا الله، انا صاحب المقوله ان اموت ولا اسيء الى الاسلام.